عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدين قناة جسر الأمل في كل مكان في مصر وفي خارج مصر. قبل ما أبدأ كلامي خلونا نسمع الأول الفيديو اللي بيقول فيه الأستاذ أحمد الشرع إن الدول الناجحة هي السعودية وقطر والإمارات، وإن مصر مش دولة متطورة. نسمع الأستاذ أحمد الشرع بيقول إيه. وسوريا اليوم لديها علاقة مثالية مع تركيا، علاقة مثالية مع المملكة العربية السعودية، أيضا مع دولة قطر، مع الإمارات العربية المتحدة، وهذه الدول الناجحة فيما أعتقد، مع احترام لباقي الدول، أيضا دول مثل مصر والعراق وباقي الدول لديها النجاح، لكن هذه الدول تمام. تعمل. سمعتم بنفسكم صح؟ الكلام ده مش نقد، ده تجني. يعني الراجل بيتكلم وكأن مصر دي مش على خريطة التطور أصلا. طيب تعالى يا أحمد بيه يا شرع نرد عليك واحدة واحدة بس بالعقل وبالحقائق. بص يا أحمد بيه، التطور مش انك تطلع في فيديو او تتكلم في كاميرا وتقول شوية كلام رنانة. التطور الحقيقي هو اللي بيحصل على ارض الواقع. تعالى كده نرجع 10 سنين ونسأل نفسنا مصر كانت فين وبقت فين. احنا يا احمد بيه يا شرع، احنا في 10 سنين بس اتبنى عندنا قد اللي اتبنى في الدول الثلاثة اللي انت ذكرتهم، مع احترامي ليهم طبعا يا احمد بيه يا شرع. وده مش كلامي، ده ارقام وشغل على الارض. اتعملت العاصمة الإدارية الجديدة، وديت يعتبر قد دولة من الدول اللي انت ذكرتهم، والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وشرق بور سعيد وأسوان الجديدة، وسينا اتعمرت بعد ما كانت منسية. اتعملت شبكة طرق تعتبر من الأكبر في الشرق الأوسط. مئات الكباري والأنفاق اللي وصلت الصعيد بسينا والبحر الأحمر. اتفتحت قناة السويس الجديدة، مشروع قومي من أعظم المشاريع في القرن الحالي. اتعمل أكبر متحف في العالم، المتحف المصري الكبير. اتعملت محطات كهرباء وطاقة متجددة، وبقينا دولة تصدر كهرباء بدل ما كانت بتستوردها. الريف المصري بيتطور في مشروع حياة كريمة اللي غير شكل آلاف القرى. كمان عندنا تطوير التعليم الفني والمدارس اليابانية والمدن الذكية والمترو الجديد اللي بيجري تحت القاهرة زي أوروبا. يعني بالعقل كده يا أحمد بيه يا شرع، اللي اتبنى في مصر في آخر 10 سنين فعلا قد اللي اتبنى في الدول الثلاثة اللي انت ذكرتهم. بس الفرق احنا يا احمد بيه يا شرع علشان تاخد بالك، احنا بلد عدد سكانها فوق 100 مليون، مش دولة سكانها 3 أو 4 مليون. يعني ما ينفعش تقارن بين بيت في عمارة وبين برج كامل في مدينة. تعال نفهمك يا أستاذ أحمد يا شرع، دول الخليج دي لها ظروفها الخاصة، عندها نفط وغاز وعندها دخل قومي ثابت، وعدد سكانها قليل جدا، فبتقدر تبني بسرعة، ودي شيء يحترم واحنا بنحترمهم جدا.
لكن ده مش مقياس ان مصر مش متطورة. مصر بتبني وسط ضغط سكاني وأزمات عالمية وحروب حوالينا وتحديات داخلية، ومع كده ما وقفتش يوم واحد عن البناء. يعني لو قارنا بعدل لازم تحسب عدد السكان، حجم الموارد، ونسبة الإنتاج الصناعي والتعليم والعمالة. التطور مش ناطحات سحاب يا أستاذ أحمد. التطور يعني دولة بتتبني، مصانع بتتعمل، سكك حديد بتتصدر منتجاتها وبتخلق فرص عمل لشبابها، ومصر ماشية في ده خطوة بخطوة. بصراحة يا أستاذ أحمد أنا كنت متردد أرد عليك، لأن مجرد إني أتكلم عنك بيقلل مني، بس لما تجيب سيرة مصر لا لازم أرد. لأنك لما تقول إن مصر مش دولة ناجحة لازم تفهم إنها الدولة اللي علمت العالم الحضارة قبل ما دولتك تتأسس أصلا. مصر يا أستاذ هي اللي منها طلعت أول جامعة وأول دستور وأول جيش نظامي في المنطقة. يعني قبل ما تتكلم على التطور افتكر مين اللي كان بيكتب التاريخ وقت ما غيرك لسه ما كانش على الخريطة أصلا. وبعدين انت نفسك يا احمد يا بيه يا شرع لسه ما انتش رئيس شرعي لسوريا اصلا. انت بتتكلم كده من بره الصورة وبتدعي تمثيل شعب عظيم زي الشعب السوري اللي احنا كلنا بنحترمه وبنقدره. لكن خليني اقول لك بصراحة سوريا اكبر منك، والشعب السوري انضف من افكارك واوعى من لعبك بالكلام. انت مجرد اراجوز سياسي بتحاول تلفت الانظار على حساب بلدك وكرامة شعبك. قبل ما تهاجم مصر يا أستاذ أحمد اسأل السوريين الكم مليون سوري اللي مصر محتضناهم هنا، اسألهم عن مصر يمكن يقولوا لك يعني ايه مصر. ارجع شوف الجولان اللي محتلاها إسرائيل ولسه ما رجعتش. ارجع شوف بلدك اللي محتلة من جيوش من بره ومن جوه. ارجع شوف ازاي السوريين اتفرقوا في العالم بسبب الحرب، وبعد كده تعالى اتكلم على التطور. يعني حضرتك ما قدرتش تحافظ على ارض بلدك وجاي دلوقتي تقيم اكبر دولة عربية من غير ما تبص في المراية. يا راجل ده في قهاوي في مصر عندنا عمرها أطول من دولة كاملة في الخليج. فبلاش تتفلسف علينا، لأننا ببساطة مش بنقارن نفسنا بحد، احنا بنقارن نفسنا بنفسنا وبنتقدم كل يوم. احنا كمصريين بنحترم كل الشعوب العربية والسعودية وقطر والامارات اشقاء لنا، وكلهم بيبانوا وبيشتغلوا وده شيء يفرح. لكن لما واحد زيك يطلع يقلل من قيمة مصر لازم يسمع الرد ده، مش لاننا بنغلط في حد لا لكن لاننا ما بنسكتش لما حد يلمح ان بلدنا مش ناجحة. مصر يا استاذ احمد الشرع مش محتاجة شهادة منك ولا من غيرك.
مصر هي اللي بتكتب شهادة ميلادها للتاريخ من آلاف السنين. ولو مش مصدق ارجع للتاريخ وشوف مين اللي بنى ومين اللي كان لسه بيتعلم ازاي يعيش اصلا. وفي الاخر انا مش برد عليك علشان اديك قيمة، انا برد علشان اقول لكل الناس اللي سمعوك ان مصر بخير، وان اللي بيبني وبيشتغل على الارض ما بيردش بكلام، بيرد بانجازات. وده ردي على اللي حاول يقارن مصر بغيرها ونسى ان مصر بتتقارن بمصر. مصر مقياسها في حد ذاته هو مصر نفسها، واللي بيقارن نفسه بيها هو اللي بيصغر نفسه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتعيش مصر حرة مستقلة قائدة أمتها العربية وقائدة حضارتها اللي من آلاف السنين، وفخور إني مصري وابن مصر.